من إنتاج قناة نيوزلاين آر من قلب الملاعب الأوروبية ومن بين آلاف المواهب التي تحلم بالوصول إلى القمة يسطع نجم جديد، نجم لم يتجاوز 20 من عمره، لكنه يحمل في دمه قصة وطنين، وطن النشأة ووطن الأصول. قصة هذا اللاعب بدأت في أحياء فرنسا الهادئة، حين كان الطفل الصغير يركض خلف الكرة بشغف لا يوصف. والده الفرنسي كان يحلم أن يراه في منتخب الديوك، لكن والدته كانت تهمس له دائماً: لا تنسى من أين أتى دمك يا بني، لا تنسى الجزائر. مرت السنوات وكبر الفتى، وأصبح اليوم نجماً في أحد أندية الدوري الفرنسي، يحمل قميص ليل ويقدم أداء يثير إعجاب الجماهير والمحللين. الصحافة الفرنسية بدأت تكتب عنه بعناوين كبيرة: الوريث القادم لأسطورة مشهورة، شاب من عائلة كروية عملاقة سيقود الجيل الجديد. نعم، فهو ينتمي إلى عائلة كروية عالمية شهيرة جدا. يكفي أن نذكر أن شقيقه الأكبر هو أحد أعظم نجوم كرة القدم حاليا، أحد الذين يشار إليهم بالبنان في أوروبا والعالم. لكن المفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعها أن هذا الشاب بدأ يفكر في تمثيل الجزائر بدل فرنسا. لماذا؟ لأن شيئاً بداخله تغير، لأنه سمع النشيد الوطني الجزائري لأول مرة وشعر بقشعريرة في قلبه، لأنه شاهد الجماهير الجزائرية في كأس إفريقيا الماضية وكيف تهتف من أجل الوطن بشغف يفوق الوصف. في مقابلة غير رسمية مع أحد المقربين منه، قال جملة صغيرة لكنها قلبت الموازين: أريد أن ألعب للبلد الذي أحبه، لا للبلد الذي ولدت فيه. ومنذ تلك اللحظة بدأت التسريبات، وبدأت الوسائل الإعلامية الجزائرية تلمح، وبدأت الجماهير تتساءل: هل سيكون هذا النجم هو المفاجأة الكبرى قبل كأس إفريقيا؟ بعض يقول إنه تواصل بالفعل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والبعض الآخر يؤكد أن الاتحادية الجزائرية تتابعه منذ فترة بصمت. وبين هذا وذاك هناك حقيقة واحدة: هذا اللاعب يملك كل شيء ليصنع الفارق. موهبة استثنائية، تمريرات ذكية، تحكم مذهل في وسط الميدان، وهدوء الكبار رغم صغر سنه. الجماهير الفرنسية صدمت، وقالت الصحف: فرنسا قد تخسر جوهرة جديدة من أصول جزائرية. أما الجماهير الجزائرية فقد أطلقت للعنان لأحلامها، تتخيل رؤية النجم الغامض بقميص الخضر يعزف سيمفونية جديدة مع أسماء مثل بن ناصر وعوار وإبراهيمي. الجزائر تعود، ولكن هذه المرة بأسلوب مختلف. تعود بجيل لا يخاف، جيل يحمل دماء الجزائر واحتراف أوروبا في آن واحد. ومع دخول كأس إفريقيا إلى الأبواب، بدأت الأنظار تتجه إلى القائمة الجديدة للمنتخب. فهل سيكون هذا النجم ضمنها؟ هل سنسمع اسمه ينادى أمام الملايين؟ ربما لن يعلن اليوم، وربما لن يعلن غدا، لكن كل المؤشرات تؤكد أن القرار بات قريبا جدا. ووقتها ستكون الصدمة مدوية في فرنسا، والفرحة عظيمة في الجزائر. والآن إليكم المفاجأة. الفيديو القادم على قناة نيوزلاين آر سيكشف لكم الاسم الحقيقي لهذا النجم الغامض، وسنعرض أدق التفاصيل عن المفاوضات التي تجري خلف الكواليس. لذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن القادم سيكون مفاجأة لا تصدق. من أوروبا إلى الجزائر، قصة عشق كروي جديدة بدأت تكتب الآن. فهل أنتم مستعدون للحلم القادم؟